اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم عيش فينو وكايزر بدقيق القمح الكامل، الدقيق الاسمر ده دقيق صحي، طعمه بجد تحفه لو عامله نظام غذائي. سعراته الحراريه قليله جدا. يلا نبدا الفيديو ونعرف عملناه ازاي. اول حاجه عندي 3 كوبايات من دقيق القمح الكامل دقيق الاسمر حجم الكوبايه دي. عندي ربع كوبايه زيت ذره، معلقه عسل نحل، كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره خميره، ربع معلقه ملح، وعندي للتزيين رقائق الشوفان وحبه البركه وبذر الكتان. محضرة بولة نزلت فيها كوباية ونص من الدقيق القمح الكامل، بياخد نص الكمية، دول 3 كوبايات، أخدت كوباية ونص مع معلقة الخميرة ومعلقة عسل النحل وكوباية المية الدافية. هبتدي أقلبهم مع بعض بالشكل ده لحد ما يديني قوام سايل زي ما انت شايفة بالشكل ده. هاخد بقى الخليط دوت وهسيبه على جنب لمدة ربع ساعة يختمر لحد ما حجمه يتضاعف معايا. طريقته سهلة خالص، العيش ده طعمه بجد تحفة، مكوناته بسيطة خالص. بعد ما حجم العجينة ديت ارتفعت بالشكل دوت، هجيب بقى عندي ربع كوباية زيت ذرة وربع معلقة الملح وباقي الدقيق الكوباية ونص اللي فاضلين نزلت بيهم على الخليط. هبتدي اقلبهم بالشكل ده، وبعد كده هبتدي اعجنهم بايدي لحد ما العجينة تبتدي تلم معايا وتبقى عجينة طرية. لو حسيتي ان العجينة ملزقة ولسه محتاجة دقيق، بنزود شوية دقيق قليلين خالص علشان العجينة تلم معايا وتبقى عجينة طرية قليلة بالشكل ده. هي اخدت بالظبط 3 كوبايات الدقيق. هسيبها بقى في مكان دافي لمدة نص ساعة لحد ما حجمها يتضاعف وتختمر معايا بالشكل ده. هبتدي بقى انزلها وهطلع منها قطعة صغيرة زي ما انت شايفة بالشكل ده. القطعة ديت هبتدي افردها وهتبقى رغيف فينو. جبت بقى عندي الفرشة ودهنت المفرش بالزيت وهبتدي افرد قطعة العجين بالشكل ده، وهبتدي بقى الفها رول صغير اهو بالشكل ده كده. هتحسي ان الرغيف صغير ورفيع خالص، بس انتي شايفة الرغيف صغير هو حجمه يتضاعف لان هو لسه هيختمر تاني. بعد ما قفلتها كويس جدا من تحت، هجيب بقى عندي صينية دهناها زيت، وهبتدي ارص فيها رغيف الفينو بالشكل ده. هعمل قطعة كمان، اخدت قطعة من العجين قطعة صغيرة، هبتدي بقى افردها كده بعد ما دهنت المفرش عندي بالزيت. هبتدي بقى الفها رول رفيع، حجمها هيتضاعف وهيكبر معايا وهيبقى صباع فينو بجد تحفة وطعمه خطير. هرصها في الصينية تكون مدهونة زيت. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. هعمل بقى الكايزر، اخدت قطعة تانية من العجين، هبتدي اكورها بالشكل دوت وهلفها كده واخدها على صينية برضو اكون دهناها بالزيت وهرصها بالشكل ده. بعد ما جمعت كل العيش عندي بالشكل ده كده، هسيبه بقى اختمر لمدة ربع ساعة تاني. بصي الحجم تضاعف ازاي. هجيب عندي بقى لبن وهبتدي على الوش كده بالفرشة امسح على رغيف الفينو بالراحة خالص عشان ما يهبطش معاكي، علشان ابتدي ارش على الوش رقائق الشوفان وحبة البركة وبذر الكتان. ولو حابة تسيبيه سادة عادي خالص بيبقى طعمه حلو قوي، بس ده بيديله برضو قيمة غذائية كده عالية. والحبوب ديت مشبعة جدا. هدخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة، هياخد بالظبط في حدود ربع ساعة تسوية. اول ما الاقيه احمر من تحت بولع الشواية ياخد اللون الذهبي وبعد كده بطلعه. وده الكايزر بعد ما اختمر معايا والحجم تضاعف بالشكل ده. وزعت عليه بقى رقائق الشوفان والحبوب ديت. اول ما يطلع من الفرن هغطيه لمدة 3 دقايق عشان الرغيف يفضل طري معايا لاخر قطعة. بصي رغيف الفينو طالع طري جدا وهش، بجد طعمه خطير، تفطري بيه وتتعشي وتتغدي كمان. بجد طعمه حلو قوي مشبع جدا. لو عاملة نظام غذائي هيساعدك على ان وزنك ينزل. طعمه بجد خطير. امشي بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها هيطلع معاكي احلى عيش فينو بدقيق القمح الكامل ودقيق الاسمر. انا دلوقتي هعمل معاكم سندوتش. انا عامله همبرجر فراخ مع شرايح الطماطم والخس والفلفل الاخضر، بجد مشبع جدا وطعمه خطير. يعني انا الرغيف دوت باكله في الغدا وبشبع وطعمه بجد تحفه. امشي بنفس الطريقه اللي انا قلتلك عليها هيطلع معاكي ناجح جدا بكل خطواته. طريقته سهله، موجود على القناه حاجات كتير قوي
بديل القمح الكامل والشوفان، حاجات مغذية جدا وسعرات الحرارية قليلة. يلا ادخلي شوفيها وما تنسيش اللايك والشير، والف هنا والشفا. سلام عليكم.